فايده 75. من اكتر الاستفسارات اللي بتجيلي في العربيات المستعمله هي الرينج بتاع 50 60 الف جنيه، وده طبيعي جدا. كل الناس عايزه تشتري عربيه رخيصه في رينج 50 60 الف ياخد فيها الولاد ويطلعوا المصيف يستخدمها كل يوم، تريحوا شويه في الحياه يعني. فالنهارده جايب لكم احسن ترشيحات لعربيات ممكن تشتروها في رينج بتاع السعر ده. يا جدعان، ده هي دي الترشيحات اللي ب 50 60 الف جنيه الواحد يطلع يقولها للناس؟ مالها؟ يعني مالها؟ انا بقالي يومين بجمع فيها وتعبنا فيها، وهي دي بقى خلي بالك يعني. بص، هي دي من الاخر. لا بس انا يعني بشوف اعلانات وبشوف الناس اللي في السوق والعربيات اللي معروضه في السوق، في حاجات احسن من دي ممكن الواحد يقولها في رينج 50 60. ماشي، انا عايزك بقى تفضل ماشي ورا الاعلانات والحاجات اللي بتشوفها والكلام ده لحد ما ان شاء الله في يوم هجيبك ببيجامه كاستور من على الدائري الاوسطي بسبب الاعلانات اللي انت بتشوفها خد وبتمشي بالك وراها. 50 60 الف جنيه ده ثمن موبايلك، انت لو دخلت بيه في الليسته دي اصلا يعني هيبقى اغلى من نص العربيات اللي احنا كاتبينها. لا والله بالسعر ده واقل كمان من السعر ده، او يعني اكتر منه كمان شويه. في عربيات حلوه، عربيات تتركب، عربيات ينفع تتقال للناس على الاقل، مش الليسته اللي انتوا كاتبينها شوف دي. بقى العربيات الحلوه واللي تتركب دي ان شاء الله هتجيب واحده. ما اخر مره كانت فابريكا مثلا، كانت ساعتها في مصورات بقى والناس يقولوا يا حجازي بيه يا حجازي بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه. لحمه ايه؟ ده لو نزل ب 50 60 الف جنيه سوق العجول والله ما يعرف يجيب بقى عجل بسعر حلو. صحيح. بس كده النقاش ده بقى استمر لمده ساعه وخلاني اقرر ان انا اسيب الترشيحات دي خالص واشتري عربيه بجد في السعر ده. فقررت ان انا اجي السوق عشان اشوف ايه اللي موجود في السوق ممكن الواحد يجيبه ب 60 الف جنيه. لا مش ده اللي كان في دماغي خالص ب 60 الف جنيه، ومش هو ده السوق اللي انا عايز اروح. هو ده السوق، ايوه هو ده. كده كده الاسعار قريبه، بس انا جاي هنا عشان اثبت وجهه نظري. انت ممكن فعلا تشتري عربيه في حدود 50 60 الف جنيه وتبقى عربيه كويسه وتتحرك بيها كل يوم، وكمان ممكن تسافر بيها. فيا ترى هطلع انا صح ولا العيال دي هي اللي بتتكلم صح؟ ومفيش عربيات خالص بالسعر ده. بس علشان تدخل السوق ده مليان معلمين وفطاحل وناس كده لازم تديها احترامها. السوق ده ممكن ياكلوك جوه لو دخلت عليهم دخله عاديه، ففي دخله معينه للسوق ما يعرفهاش غير الناس القديمه اللي زيي. هقول لك بقى الدخله دي عامله ازاي. بص بقى، بما اننا دخلنا السوق ففي كام نصيحه كده لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه، لو لقيت حد لابس زي كده بالبرنيطه دي بالمنظر ده، تعرف ان هو على طول دايس هنا في السوق وشايل الفلوس في الشراب وهيتعبك ومش هيجي معاك سكه. تاني حاجه، الناس اللي قاعدين في العربيات لازم تبص عليهم. لو لقيته مرجع الكرسي لورا ومريح كده فده قاعد بقاله كتير وغالبا تعب، فده ممكن ينزل معاك في السعر شويه. لكن لو لقيته عادل الكرسي او واقف جنب العربيه بره يبقى ده لسه ما زهقش، مش هيجيب معاك الاخر وهيتعب معاك. واخيرا، اي عربيه تخش عليها تلاقي جنبها كراسي بحر او جنبها شمسيه، ابعد عنها، عشان الناس دي بتيجي هنا السوق وبالنسبه لهم دي بقت خروجه اصلا، فمحدش هينزل معاك في السعر. فلازم تاخد بالك من الحاجات دي. السلام عليكم. دول لي كام يا باشا؟ 84 كامله دول. تطلب فيها كام؟ فايده 75. فايده 75. بقى ازاز كهرباء وفتحه سقف وتكييف وباور. والدواخل بص عليه. موجود لسه جايين، دي اول عربيه نبص عليها. الله يكرمك. بعدين الطاره برضه. Now I am become death, the destroyer of worlds. العربية تعبانة. تعبانة. ايه اللي تعبان فيه؟ تعبانه من ناحية اساسها متلصمه. لا مش متلصمة ولا حاجة، ده بس الوش دي عايزة جوز فوانيس يركبوا لها وشبكة. وبرابريز وايه؟ واربع فرد. هي عايزة عربية. السلام عليكم. دول لي كام يا باشا؟ 2001. فايده كام؟ فايدة 30 ان شاء الله. 30. 30 بس كده؟ 130 ان شاء الله. 130. ما انا بقول لك 30 انا لسه بقول لك 30 بس كده.
السلام عليكم. موديل كام يا باشا؟ 2006 ان شاء الله. مطلوب كام؟ 95 الفايده كام؟ 95 ان شاء الله، وفي واجب ان شاء الله. 95. في حاجه جوه؟ في حاجه جوه؟ لا لا. ما تزعلش يعني قول لي 2000 years later. فايده 75 فايده كام؟ 75 فايده كام؟ مطلوب كام يا باشا؟ موديل 99 فايده كام؟ 75 فايده كام؟ 2016 مطلوب 150. 150. والله انا كل ما اسال حد على العربيه يقول لي التوك توك ب 150,000. لا ب 100 بجد والله، لو جايب 100 امشي. التوك توك ب 100,000 فعلا. والله ب 140,000. طب بسألك بجد والله، انا دلوقتي عايز عربيه ب 100,000 جنيه. والله ما في. اعمل اروح فين؟ اروح سوق السمك طيب ولا اعمل ايه ده؟ طب واللي عايز عربيه باقل من 100,000 يعمل ايه؟ هتركب ملاكي بقى على قدها. اوبر بقى، يعني كل ما تعوز تروح مشوار خلي ال 100,000 بقيه اقل من ال 100,000 معاك، كل ما تعوز مشوار اركب اوبر من. يا خبر اسود يا جدعان على السوق. ده واخد نظافه. والتاني بتاع الصبح كان بيقول لك لا ده قصه تانية خالص. ده انا بساله على العربيه دواخلها اخبارها ايه وبتاع، فبيقول لي دي كانت فابريكا دواخل قبل الرش. اللهم صل على النبي. لا انت واحنا ماشيين انت بتعمل ايه؟ لا انا هقف كاني عمال ابص. يا اخي حرام عليك، الناس بتمشي اهي. يا عم الناس تمشي يا عم. ماشي تعبت، ماشي أنا يا جدعان. تعبت. بص، احنا واحد الساعه بيمشي، لسه التاني 4. بيمشي، الساعه التالت لسه 4. كله بيمشي. يا ابني الجامد بتاع السوق بيفضل في الاخر. تيجي إيه في الاخر بقى؟ بقى تلاقي الناس، عارف لما الرابع بيمشي. ماشي، ما هو في الاخر بقى تلاقي الناس اللي قاعده دي اللي هي الخامس ايه. بيمشي. هو انت ناوي بتصفي تعدي عليك. لحد الاخر؟ ايوه، ما هو أيوة. الاخر ده عارف لما تروح وهم بيقفلوا اي محل تلاقيهم دايما في بضاعه كده. تصفيات بقى، عربيات ب 50,000. انا عايز اقعد انا التصفيه. انا حاسس ان انا املي ان انا ممكن الاقي مثلا حته فورد سكورت زي دي في التصفيه. لا اوعى يا عم، اوعى يا عم. ابوس دماغك لا والله والنبي والله هنلاقي يا اخي. والله هنلاقي. انت المليونير اللي بيحلم وهو معوش. لا هنلاقي والله يا اسطى الناس بتمنيه وابتدت تتريق علينا، خلاص اعمل ايه تاني؟ مشكله ولا فارق معاك. ولا فارق معاك. انا واثق ان احنا هنلاقي. خليك معاه للاخر يا عم واثق إن انا إحنا خليك هنلاقي. معاه للاخر. يا أخي خليك أنا- معاه للاخر واثق انا إن بني ادم، انا شحم عشان ولحم. نشوف. ماشي، هنلاقي والله العظيم هنلاقي والله. ولا لا؟ يعني الجين 2 دي مثلا ممكن لو استنيته لغايه الاخر يديها لنا ب 70. موديل كام؟ موديل 92. تفتكر دي تسافر باسره؟ والله هي تسافر. هنقول مبروك. مش هجيب انا 28. هو يا عم هو يا عم يا عم بص بني الله عليها سترك يا رب. هو يا عم هو يا عم هو ربنا يسترنا يا جميعا عم يا رب. اسمعني بقى. لا 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 بص دي بقى، بص دي لا ده هتضرب فيها مليون مرتاحه دي. One eternity later. يعني انت كتر خيرك انك على الاقل جايب لنا رز بلبن، بس كان في طريقه اشيك من كده يا اخي تاكلنا بيها يعني. ما هو انا اكيد يعني مش هجيب عربيه اقتصاديه ب 50,000 جنيه وكمان هصرف نص الفلوس بتاعتها اكل وشرب عليكم. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع السوق ولا نعمل ايه؟ لا هندور على عربيات تاني بس اونلاين. فين هندور عليها فين؟ على هتلاقي. ايه هتلاقي ده؟ هتلاقي ده اكبر موقع ممكن تشتري منه او تبيع عليه اي عربيه مستعمله. عندهم قاعده بيانات كبيره جدا، هيجي لك مكالمات بسرعه، هيجي لك مشترين العربيه بسرعه، هتلاقي عليه عربيات في مختلف الفئات السعريه ممكن تشتري منها. والموضوع جامد جدا، هتلاقي عليه اختيارات كتير في كل الفئات السعريه، وهتلاقي عليه كمان تسعير العربيات المستعمله. بدل ما تنزل السوق وتلف وتشوف، هتبقى عارف عربيتك المستعمله تتسعر بكام وتتباع بكام بالظبط. فهتلاقي لينك تحت الموقع، هتلاقي ممكن تبص عليه. على العموم يعني انا طلعت كام عربيه من على هتلاقي، وكلها عربيات ممكن تتجاب وعربيات كويسه. يعني مثلا عندك في حته اكسل ب 70,000 جنيه اهي، موديل 95 مانيوال، والعربيه شكلها رايق وفيها رخصه ساريه وكل حاجه. عندك عربيه 21 برضو جامده جدا، هو بيقول انها بتسافر ما شاء الله، معرفش موضوع انها بتسافر ما شاء الله ده. في برضو عربيه جولف 1 دي في الرايق الصراحه. ثانية بس، في عربية بس هي بعيدة شوية في المنوفية، سكودا فورمان 1994. بس قسما بالله يعني نظافة انا ما شفتش بعد كده. بص يا بيه، اتفرج يا بيه، اتفضل يا باشا. دي رايقه قوي دي، وازرق بقى، ازرق اللي هو ازرق مش ازرق سنافر، كحلي نيفي، انت فاهم. ميد نايت بلو، وكاوتش زيرو من 5 شهور وبتاع، وكاسة فلاشة وبس، ورخصة 10 شهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. مين معاك؟ كنت بستفسر عن العربية اللي حضرتك عارضها للبيع، البي ام دبليو. تمام. هي لسه متاحة؟
موجود. طيب هي فيها رخصه قد ايه وحالتها ايه؟ رش حاجه؟ محتاجه حاجه؟ شهر 3. تمام. السنه الجايه. تمام. محتاجه، هي مش محتاجه والله، بس هي كباس موجود، بس يعني هيبقى يعني لو انت خدتها هديهولك على اول شهر 10، لان عند واحد صاحبي والله وهو في عمره. ربنا يتقبل. كده احنا هنقعد من غير تكييف لحد شهر 10. ما انا مش فاهم ايه الهدف ان اجيب لك الكباس بعد دخلت الشتاء. واخد الكباس السعوديه ليه؟ خارج من العمره. الله. تم تغيير زيوت، تم تغيير مكنه باور، دواخل سليمه، موتور وفتيس ممتازين، زجاج كهرباء، سنسور خلفي، كشافات شبوره، كاسه سماعات. ربنا يبارك لصاحب النصيب. بس خلاص. في اللانسر العيون صفيه دي في المرج. ده 4 عيون. عيون صفيه، الفنانه صفيه العمري. هي كانت لابسه نضاره؟ لا. يا عم لا يا عم، كان عينيها يا ابني لا للتنمر يا ابني. كان عينيها كانت عينيها ملونه ومسحوبه. ايوه. فراحوا مسمين اللانسر العيون الصفيه بس شكلها وحش قوي على اسم صفيه العمري. بس انت طالما انت دخلت المفروض نخش ساعه بطنه اكبر سيكه. بس على شمال مش كده تحت بيتي. على الشمال بقى، شمال. ما شاء الله. العربية انا كل يوم باجي من شبرا المعادي، بروح الشغل على طول بيها. ما شاء الله. باجي مش اي مشكله يعني، الحمد لله. الش كله. العربيه دي كانت لونها نبيتي وقلبت لون. بجد؟ العربيه دي كلها كانت داخلها نبيتي وقلبت لون. بس انا عشان كده لقيت الشنطه نبيتي، فبقول له العربيه دي مغيره شنطه وفي واخده خبطه من الجنب الشمال. بعدين ببص هنا الحوض كله نبيتي. والله انا طالب فيها 75. انا برضو ما اقدرش اقول لك توب السوق بتاعها كام يعني، عشان انت في الاخر انت اللي بتبيع وانت اللي تقول انت عايز تبيع بكام. بس والله العظيم ما فيش حاجه ب 75. انا عاوز اقول لك ال 32 عامله 75,000. عشان ما نجيش عليك، هي برضو محتاجه شغل جامد. لو عايز اقول لك انا ما قلتش والله ان مش هي المكنه سليمه. المكنه لكن البودي بتاع العربيه كله، لا الدواخل ما صدر العربيه ده محتاج يتدفع كله ويتغير. الدواخل الصدر ده كله لازم يتفور. الضفيره دي كانت محروقه قبل كده، والفرتنش السير قدام دول فيهم بصراحه. طب هل هي محتاجه مصاريف معينه او حاجه؟ بص يا باشا، العربيه اهي صح كده تدور وتتكل على الله. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. مرشين دواخل لدرجه ان هم راشين الجلد. بص البارومه ضربت في كل حته طبعا، في كل حته. لا هي لونها دهب. لا هي الشنطه ذهبي. لا هو ده اللون، هو لون الحوض. الشنطه متغيره. انا حاطط سعر ده مع اني اصلا، بس كده مش دعوه يعني. النت والناس اللي عارضه وبتاع، لان لما دخلت يعني لقيت المعروض من 85 حاجات ما فيهاش سيستم مثلا، فيها الستوك بتاع شويه حاجات كده. لا بس الاسعار على النت ما حدش بينفذ بيها اصلا. كده انا اعتمدت، لان انا هشتري اصلا، فاهم. عشان كده بصراحه عيني ضد مبدا ان المستعمل يبقى عالي ده، بس
اشتري فلازم. ما انا فاهم. فانا احط 70 وهنزل، ممكن انزل لاخر يعني بصراحه جدا. لو انا هعمل الحاجات دي، لو انا هعمل دي بقى هشوف ساعتها بصراحه. يعني انا على اساس لا يعني على وضعها كده، على وضعها كده ممكن 60 مثلا، ده اخر، مش هقول لك 65 والحاجات دي. بس فعليا يجي منها انت لسه رشا قريب صح؟ بص العربيه دي ما شاء الله. هي معاك من الزيرو ولا؟ ما جتش رشت عليها لسه مشتريها؟ ده هنا المفروض ما فيهاش رشه، هنا ما فيش رشه كده. اي عربيه بتتاخد لازم انا بقول لك. طب انت رايك اوفرول؟ بص ماشي خلاص تمام. ماشي هي واضح انك كده واخد خبطه من ورا في الكم. انت رايك اوفرول؟ شايف عربيه كده من ورا فاصل القوايم بقى اللي ده برومه. ايه؟ هي كان في برومه كذا حته، في برومه قدام، في برومه قدام كذا حته، وفي برومه هنا ورا في الشنطه الجنبين دول كلهم برومه. وهتنزل في السعر يعني دماغك ممكن تنزل لغايه كام؟ عشان بقى يعني ايه، ما انا ما بحبش بصراحه فاصل مع حد. بس عشان عليه الصلاه والسلام. انت راجل معلش يعني الخبره. الله يكرمك الله يكرمك. العفو. تقول لي بما يرضي الله العربيه دي كذا، اقول لك تمشي معايا انا بقى الله يكرمك. ربنا يمنعها لكم برضه. احنا لو قلنا ننزل ل 58 والله ما دي بما يرضي الله العربيه دي، بما يرضي الله ده اللي فيها 60000 اللي كان هياخدها تاجر. قال لي بص على العربيه، قال لي انا واخد العربيه يا عم ب 60000 كده. تمام. انا برضه معلش انا صرف عليها كتير، العربيه معديه عليها كتير قوي. بس انا خلاص بقى الحمد لله ربنا كرمني جبت عربيه تانية. انت بتحط لها 80 و 92 بس انا كنت حاطط 92 انما ما رداش. جايب لها جوز الفانوس هو من عند ابراهيم بتاع السكودا اللي في التوفيقيه، حاسبني الفانوس ب 1300 جنيه وكان قدام مني المصري ب 600 جنيه. بس كده بعد تعب اسبوع ونص تقريبا وصلت هنا، وصلت العربيه دي العربيه اللي انا اشتريتها بالميزانيه اللي انا كنت عايزها، وتقدر تعمل الحاجات اللي انا كنت عايزها، او ده اللي في مخيلتي دلوقتي يعني. والعربيه دي الحقيقه ولا كشفنا عليها ولا جربناها، بس دي من رايي يعني كانت احسن حاله في الحالات اللي احنا شفناها دي. وبرغم ان احنا شطار قوي في العربيات، بس الموضوع طلع اصعب ما كنا متخيلين بكتير. المهم بقى في الفيديو الجاي هوريكم ايه العربيه اللي احنا اشتريناها، وعايزين نكشف عليها ونعرف احنا اشترينا ايه بالظبط بالفلوس، والاهم اذا كانت العربيه دي هتنفع فعلا الحاجات اللي انا عايزها فيها ولا لا، لان الفيديو ده مجرد البدايه واللي جاي هيبقى اكتر من كده. فقولوا لي كده توقعاتكم ايه من العربيات اللي احنا شفناها اللي انا اشتريته، واستنوا الفيديو الجاي وتابعونا كده على الستوري عشان تشوفوا رحلتنا مع العربيه دي لغايه الفيديو الجاي.